لو لسه ما شفتش الجزئين اللي فاتوا من كيموتسو نو يايبا قاتل الشياطين فروح شوفهم دلوقتي يا صديقي، بالمره اتفرج على حياه تانجيرو بالاخص لو ما كنتش شفتها. اهلا بيكم في مدمن تلخيص. حابب افكرك يا صديقي اني بعمل فيديوهات كل 3 ايام، فلو سمحت ما تنساش تعمل الاشتراك في القناه ودوس على الجرس اللي قدامك ده علشان يجيلك الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. دي هتكون يا صديقي مراجعه وتلخيص كده للحلقه الاولى من ديمون سلاير الموسم الثالث، وبدون اي تاخير يلا بينا. بيوصل واحد كده من قتلة الشياطين وبيلاقي الأربعة بخير، زانيتسو، إينوسكي، نيسكو، ومحاوطهم تانجيرو عمنا كلنا، وكان كله فرح إن الأربعة لسه عايشين. وعلى الناحية التانية كاجايا اللي هو السيد كان فرحان جدا بفوزهم على قمر علوي، وده ما حصلش لمدة 100 سنة فاتوا. انت متخيل يا مان؟ ومن اللحظة دي الأمل عاد إلى كاجاي مرة تانية بأنهم هيقدروا يوصلوا لموزان مرة تانية. والناحية التالتة عند موزان بقى ظهر أكازا وتم استدعائه في قصر موزان اللانهاية، ومن الواضح كده إنه مش لوحده اللي تم استدعائه، ده كمان جيوكو القمر الأعلى الخامس، وكمان هينتينجو القمر الأعلى الرابع، ويوصل الكبير بتاعهم دوما القمر الأعلى الثاني. وهنا يا صديقي يكون الوصول الأعظم يا سادة، ألا وهو القمر الأول كوكوشيبو. وفي تلك اللحظة يظهر موزان، وأول حاجة يبلغهم إن جيتارو مات، ودلوقتي في قمر علوي ناقص. والغريب انه كان طالب منهم زهرة اسمها زنبق العنكبوت الازرق، ويا صديقي وده اعتقد الدواء اللي هيخليه يطلع في الشمس. لكن يا صديقي لمدة 100 سنة لسه مش لاقيينها، وطلب من جيوكو وهينتينجو انهم يروحوا للصيافين اللي قتلوا جيتورو ويقتلوهم او يتعاملوا معاهم، ومن بعديها بيرجع كل واحد لمكان. بننتقل بقى لمشهد غريب شويتين لواحد شبه تانجيرو بس اكبر في السن، بيتكلم مع واحد اعتقد انه يوريتشي اول من قاتل موزان وكاد ان ينتصر عليه كمان، وهو القمر العلوي واخو القمر العلوي الاول كوكوشيبو. قاعدين بيتكلموا مع بعض، ويتضح ان والد تانجيرو كان بيشكره على انقاذه ليهم. ونكتشف يا صديقي ان تانجيرو بيكون نايم وبيحلم كل ده، ويسأل نفسه هو انا فين؟ واول واحد تكتشف انه صحي هي كاناو حبيبته، ونكتشف كمان انه مغمى عليه لمده 2 شهر يا صاحبي. وبرضه يكتشف النينجا ده ان تانجيرو فاق، واول ما عرف النينجا ده نده على الكل ان تانجيرو فاق. ونعرف برضه ان زانيتسو فاق بعد يوم من القتال، وإينوسكي قعد نايم برضه لمده 1 شهر، وتنجن مشي مع زوجاته ال3 عادي جدا. ما اعظمك يا تنجن. بعد الفرحه دي كلها نام تاني تانجيرو. هو في ايه يا ابني؟ انت هتاخد الموسم كله نوم ولا ايه؟ وقال ايه؟ نام لاسبوع كمان. واول ما فاق بدا يتدرب مره تانية، وعليه كان هاجانيسكا صانع السيوف بتاعه اللي هو السياف او الحداد بتاعه كان زعلان فشخ من تانجيرو، وقال ايه مش هيعمل له سيف تاني علشان هو بيكسر كل سيوفه اللي هو بيديها له. وعدى 2 شهر وبرضه ما بعتوش اي سيف جديد، فقرر تانجيرو هو اللي يروح له بقى قرية الحدادين أو السيافين. وأول ما وصل سلم على عمدة القرية ويسأله عن هاجانيسكا، وكان العمدة ما يعرفش هو فين. أمال مين اللي يعرف يا اسطى؟ مين؟ قول لي. أصل هاجانيسكا مفقود بقاله كتير، وهو لما بيزعل بيختفي، هو طبيعته كده. روح الينبوع الساخن وهناك هتتعافى لحد ما نشوف لك فين هاجانيسكا ده، أو نجيب لك حداد تاني غيره عادي جدا. وهنا يا صديقي تظهر له هشيرة الحب كله يا صاحبي، لكنها بتسيبه تمشي. وبعديها عمنا تانجيرو راح الينبوع ويلاقي هناك جينيا. بيجي الليل ويتعشوا، لكن جينيا ما جاش على العشاء، فقرروا ال3 انهم يروحوا له يدوا له الاكل ويطمنوا عليه. لكنهم في النص كده بيطلبوا هشيرة الحب وتمشي، وقبل ما تمشي هشيرة الحب تقول لتانجيرو في سلاح في القرية بيخليك تبقى قوي جدا يا صاحبي، دور عليه. أنا ذهني هنا راح لحتة تانية مش تمام يا صاحبي. يعدي اليوم ويبدأ يدور تانجيرو على السلاح السري إياه، ويقابل هشيرة الضباب مويتشو. وكان الهشيرة ده بيتخانق مع طفل حداد كده، ولمح تانجيرو كده واحد شبه يوريتشي واقف ورا الطفل الحداد ده. وهنا يا صديقي بتنتهي الحلقة الأروع من أعظم أنمي قتالي على الإطلاق. لو عجبك الفيديو اكيد ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل الجرس التنبيهات ده علشان تجيلك الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل. اسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.